من 20 سنه من خرجت من المدرسه وانا خدام مع الوالد. الى وليتي دابا بوحدك الحمد لله. دابا كنخدم بوحدي، هي 30 سنه ديال الحرفه دابا. وهذا المجال ديال الشوا وداك الشيء فكيقتصر غير على المواسم ولا يمكن تخدم لا، في؟ في اي وقت في اي ساعه، ماشي المواسم، الحفلات، العراس، اييه الزرو، الضيفان، هادشي حد. اييه باش بنادم يعرف، فهمت باش ضيفان كل شيء، في اي واحد واخا به ما عنده ضيفان كيجيب لنا كنشوي. اه الفران كاين في الدار موجود، اييه مرحبا اي ساعه اي وقت. اييه. ولاحظت واحد القضيه، كما تنقولوا هاد الحزيم وهاد العصاي اللي لوسط البهيمه، واش عندهم شي سميات ولا عندهم غير غنقولوا التواقد، كنقول لهم تواقد؟ ما كتجي واقفه بحال ما هكا كتحزم بها اييه. القنب. هاد القنب هادي ما كتحرك ما والو. والاخوان كنلاحظ يمكن معاك شي ابن حتى هو ياك؟ هي مع وليداتي بجوج، هادو بجوج ولادك؟ هي خدامين معايا ديما. اذا كنعلموا فيهم تما كيما علمونا والدينا، حنا كنعلموا فيهم تما باش وراضين هما على هاد المهنه؟ غادي يرضاو. راه الحرفه قال لك تبع تحرف بوك لا يغلبوك. اللي غلبه. ضروري ضروري. من بعد ما درتوا التراب، حفرتوا التراب بان ليا ودرتوا الغيس، دابا الاخ كيعاود يدير التراب فوق الفران. كيعاود التراب باش ما يتنفسش الفران، الا تنفس ما يطيبش الشوك. واخا مصوب خاصو ضروري يعاود ضروري خاصو يتعاود، واخا مصوب، واخا تصوبي تبلطي 3 خطرات ولا ربيتي البهيم خاصك تعاودي ضروري. كيبقى بحال الشوق ولا منفس. ما كيسخن الفران بالعافيه كيبدا يعطي شويه. هكاك قد ما قويتي بالتراب قد ما قويتي التراب قد ما كيعطي الفعل ديالو. اي شخص باغي يشوي فاق اخ حجاج راه اختصاصي وذوي خبره في هذا المجال. مرحبا بخويا. دابا كترميو العواد ياك اخويا حجاج؟ العواد كنحيدو غير بقى غير الصهد. هكاك كاع العواد اللي ماشي علاش كتحيدوها؟ كاع العواد كيبقاو جدر شي حاجه كيحيد تعود ما شوف كما تتشوفوا، كما تنقولوا كتهبى العافيه، خصها تهبى ياك السي حجاج؟ خاصها تهبى ضروري. ولا بقاو العواد مثلا؟ لا العواد ما بقاوش كيحرقوا لنا القنب، كيشوطوا لنا القنب. كما تسمعوا فهادو العواد الا بقاو كيشوطوا القنب، اذا خاصها تهبى كيشوطوا لنا حتى البهيم. بحال ما كيطيبوش على خاطرهم. كيتحرقوا. لان هاد الحرفه ماشي سهله صراحه، راه فيها مسؤوليه، لان انسان كيجيب لك البهيمه ديالو باش تشويها خاصها تشوى، ماشي غير تحراق ولا فيها. لان انسان كما قال الاخ حجاج فهي فيها مسؤوليه وامانه، لان الانسان يجيب لك بهيمه ديالو عنده ضيفان مثلا ولا مناسبه معول على البهيمه وكذا، فكديالو مثلا محروقه ولا ما طايباش ولا هذه، اذا ما هياش. والاخ حجاج فهو ماشي من هاد الناس، لان تشبع بهذه الحرفه صراحه منذ القدام، منذ صغر السن ديالو، ديال الوالدين. اقول ديال الحرفه ديال الوالدين والاجداد، اذا ما غاديش يطيح في هذا الفخ الحمد لله ولا لا يحشمه كما كنقول. الله يجينا مع عباد الله في الصواب. امين يا رب العالمين. كما تشوفوا كيحرك دابا هاد العافيه باش يحيد كاع داك الشيء اللي ما العود اللي باقي شاعل يحيد. العود اللي باقي شاد في راسو كما تنقولوا ما شاعلش، وداك الشيء كيتحيد باش الفران من الداخل يصفق ويولي هذاك العافيه كما تنقولوا رطبه، باش تساعد البهيمه في الطياب بالطريقه الحقيقيه اللي خاصها طيب بها البهيمه. الطار ديال العود يطيب بهيمه يطيب 10. ما كتستعملوش الفاخر؟ لا فاخر لا. ايوا باش نتعمل الا العود واخا دير كيطيب بهيمه كيطيب 10. تحمي الفران كدير بهيمه كدير 10 بهيم كدير 12 بحال الفران عنده واحد القدر ديال العود خاصو يحمى. الا ما حماش الفران ما طيبش، واخا دير بهيمه ما طيبش. ما عنده علاقه بالعدد ديال البهيمه؟ لا ما عندوش علاقه بالعدد ديال البهيمه. صافي. اذا احنا كنحاولوا جميع المعلومات نقربوها من المتتبعين الكرام باش تعرفوا هاد المهنه، تعرفوا الخبايا ديالها وتعرفوا الصعوبات ديالها. يلا قرب يلا صافي. اذا دابا الاخ حجاج برفقه الابناء ديالو فكيجهزوا هذا الفران كما غتشاهدوا معايا، فهما كيجهزوا فيه باش يحطوا فيه البهيمه. تقريبا الفران شحال يهز من بهيمه اخي حجاج؟ كاين اخويا الفران يهز من 6 حتى 14 16 حتى 20 كاع.
بحال هذا اللي كتجهزوا فيه دابا هذا هذا دابا يقدر يهز 12 13 14. 14. اه دابا كتستعدوا باش تنهيو الاشغال ديالو، باش تجهزوه. باش نرميو دابا بغينا إن شاء الله. يتهمت شويه على حساب الحراق على حساب الشواط اييه ونرميو ان شاء الله. حاولك كتبان ليا كتحرك العافيه وداك الشيء باش باش الفران يتسهل باش ما نقدروش نرميو والعافيه شاعل. صافي. اذا الاخ حجاج كيحرك كما تشاهدوا، كيحرك لداخل الفران باش العافيه تخفاف نسبيا، تبقى غير هذيك السخونيه درجه الحراره كما تنقول. درجه الحراره اذا البهيمه كطيب غير على درجه الحراره، خاصها تكون بواحد المقياس معبور، ماشي بالضروره تكون العافيه مرتفعه. اذا الا كانت درجه مرتفعه داخل الفران اذا البهيمه كتشوط. اذا الاخ حجاج الشوايب برفقه الابناء ديالو كيديروا الترتيبات الاخيره باش على انهم يسدوا هذا الفران ويحطوا فيه البهايم. اذا غنشوفوا تقريبا الفران، هذا الفران بالضبط شحال غادي يهز من بهيمه. حطهم هنا. طاح.